السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم البنات؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير حبيباتي. اسبوع الباك ان شاء الله ربي يفرحكم بكل حبايبكم ان شاء الله، اللي عندها وليدها ولا بنيتها تعقب في الباك ان شاء الله تفرح به ويجيهم ان شاء الله ساهل مهل يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. الفوم شوك من الحلويات يعني اللي كامل نحبوها، خفيف سهل وبنين ويقطع كمية مليحة. نسحقوا 250 جرام زبدة طرية مارغرين أو زبدة كما تحبي، كوب من السكر الناعم، نخلطوا مليح حتى نتحصلوا على كريمة. أيضا نضيف كوب كاوكاو محمص ومرح رقيق، اللي تحب تضيف في مكانه أو تعوضه بكوب جوز مرحي، يعني فقط 20 ألف تقريبا. يجي يهبل البنات ما شاء الله، الذوق يختلف تماما والطراوة تختلف تماما، يجي يهبل يهبل. هنا درت كاوكاو وانا مرحي رقيق، ونخلط مليح ونضيف برش ليمونة، قرصة الملح اللي دايما نقول لكم توازن الطعم، وملعقة متوسطة تاع فاني، بيضة كاملة، وثلاث صفار تاع بيض، ثلاثة، هذه الأولى، الثانية والثالثة، وتخلطي كلش. تحب تضعف المكونات البنات تعمل يعني كمية أكثر طبعا. هنا نبدأ نلم بالفرينة أو نجمع العجين بالفرينة مع كيس خميرة حلويات. ديما حبيباتي ما نزربوش في الفرينة، نحطو بشوية فقط، وراكي تخلطي وتزيدي بشويه وتخلطي في العجين تاعك حتى يتلم. لازم يتلم شويه طري، لانه انت اصلا كي يريح شويه راح يشرب لك، تولي تيبس العجينه. لهذا ما نزربوش بالفرينه باه نتحصلوا على نتيجه مرضيه وتكون الحلوه تاعنا طريه. ناخذ البيض اللي بقى البنات باش نرمدو فيه او نغطسو فيه الحلوه تاعنا، والكاوكاو هنا رقيق درناه في العجينه، واللي شويه خشين متوسط يعني خشين متوسط رايحين ان شاء الله ثاني نرمدو فيه الحلوه تاعنا. ونبداو اولا كوري الحبات تاوعك كامل، وزنيهم طبعا الوزن كما تحبوا البنات. انا 27 28 يعني تجيني مليحه متوسطه، اللي تحب يعني تكبر شويه او تصغر شوي لها ذلك طبعا. نبدا نغطس الحلويات تاعي في البياض، ثم نرمدهم في الكاوكاو ونحطهم في الكيسات. انا هذا علاه نحب المشوك بالذات، لانه ديكورو منه فيه جيني ساهل ماهل وجيني بنين وكلش. وللفرن مباشرة طبعا على 180 درجة. شوفوه يعني حمار من تحت، نزيدو نحمروه شوية فقط من فوق ينشف مليح ونخرجو. يخرج من الفرن هو سخون، نشربوه بملعقة من العسل مخفف بشوي مزهر، كل حبة نديرو فيها مغرفة كبيرة. والتزيين حبيباتي لكم الاختيار، قبل ما تطيب تحطوا كاوكاو، أو بعد ما يطيب تحطوا الكرز المعلب هذا. لأني نحب الوصفة هذه حبيباتي شاركتها معكم بالتفصيل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ثاني نتوما اللي تحب الحلوى الجافه والسهله والبسيطه واللي تعمر العين، وصراحه ايضا تقطع كميه مليحه. تتفضل الوصفه حبيباتي جامل للتشجيع، واللي مش مشتركه نتمنى ان شاء الله تشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.